السلام عليكم، معكم أخوكم سعد تركي. شلونكم؟ شلون أحوالكم؟ اليوم راح أقدم لكم تحديث الصيف من كلاش أوف كلانس. التحديث راح ينزل بغضون هاليومين، ونشوف أول فيديو هو فيديو تنين ليفل 5. هذا منقول من واحد أجنبي. المهم تنين ليفل 5 راح ينزل بالتاون ليفل 10، والسعر 2 ملايين. والتنين ليفل 4 راح ينزل للتاون ليفل 9. طبعا راح يرخص السعر مالته، والله يمكن ب6 ملايين لو 7 ملايين تطويره. التنين ليفل 5 راح يصير أسرع وأقوى، يعني مالته الدم يتحمل أكثر، مثل ما تشوفون شلون دا يطير زين. وسووا شي ثاني بالتحديث مثل ما تشوفون، غيروا الديزاين مال الجنود والنجوم، وخلوه شلون أحلى. هذا التنين ليفل 5. وطبعا اكو اضافات ثانية مثل ما تشوفون، لا حطوا 2 اير سوبر او منفخة الهواء. وهسه هذا يشيرنا على الزر الجديد. فهذا الزر خلينا ندرب الجنود برا الكامب، مال الجنود الخاصين، يعني نجهز الجيش للحرب او او يعني وحد عن الجيش اللي نجهزه برا الحرب. ايوه، ونكمل الاير سوبر. راح يسوون منه 2 اير سوبر، وينزل بالتاون هول 8. اكو بعد سوالف جديدة راح نشوفها بالتحديث. وهسه انتهى الفيديو مال التنين ليفل 5. راح ننتقل للفيديو الثاني. الفيديو الثاني هو فيديو السبيل الجديد، سبيل السم او المسموم. هذا السبيل نستخدمه في نقتل بيه الجنود، مثل ما هاي جنود الدعم، ويستخدم ضد الملك والملكة فقط، مثل تشوفون. طبعا هذا راح يفيدنا بالحروب كلش، يعني راح يفيدنا. وهاللقطة ما يعني ما ادري ليش مصورها، يمكن يقصدنا ويأذي الجنود مالتنا. يقدر يأذي الوحوش الأرضية والوحوش الهوائية. وصار طبعا يعني هو نقدر نحضر 11 سبير، بس الصاعقة بحساب 2 سبير. يعني كل 4 سبير السم يعادلنا 2 سبير صاعقة، أو المنعش أو الرينج المسرع. كما تشوفون ذبالة واحدة على الملكة، دا ينقص من دمها شوي شوية. طبعا هو الماكس مال هذا السبير ليفل 4، يتطوه بالنفط، ينزل بالنفط. طبعا هذا اللي حفيدنا بهجوم البالون، يمكن لأنه نقدر واحد يقتل بيه الملكة ودي يرتاح بهجمته. ويمكن هذا السبيل هو يكون أول سبيل، وراح نشرح لكم على السبيل الجديد هو السبيل الثاني. راح يجي ورا هذا الفيديو إن شاء الله بس ينتهي. السبيل هو هذا سبيل السن. راح يكون مفيد جدا، والماكس مالته 4 ليفلات. راح يفيدنا ونحن ننزل بالتحديث الجديد سبيلات الدار. وهسه الفيديو الآخر هو فيديو الليج، أو الكؤوس العالية، أو لأنه أكو هواية أقوياء قاعد يعبرون الشامبيون، قاعد يوصلون الشامبيون، فحطوا لنا ليج. هو التايتون. هذا التايتون مكون من 3 ليفلات: تايتون 3 وتايتون 2 وتايتون 1. هذا التايتون من 3200، أو الشامبيونز ليج، الشامبيون ليج راح يصير هم 3 ليفلات، من 3200 لحد 4100 وينتهي.
ورا اللي هيجي التايتون ليج. التايتون ليج من ال 4100 كاس إلى ال 5000 كاس. ورا ال 5000 شي يصير؟ يعطينا ال ليجند ليج، يعني ليج الأساطير. الأساطير يعني أي واحد يعبر ال 5000 كاس راح يكون الموارد بيه حلوة، 250 ب 2000 نفط. و... ومثل ما تشوفون أقول لك هنا إنه إحنا بكل نهاية موسم كلاشي، نهاية الموسم اللي بكلاش كلانس، راح نرست الكؤوس مالته. مثلا شلون يعني أنت واصل 5400 كاس، من ينتهي الموسم راح يصفرك ويديك الحق 5000، يرجعك من جديد 5000 كاس. بس هاي ال 400 كاس اللي أنت سويتهم ما راح يروح، هذني راح يبقى وياك. تسوي بين كؤوس صغيرة تزيد بين القريمات. هذا حطوه لأنه قاعد يصير شلون الملل بين القرى الكبيرة، أو الناس الفوق اللي قاعد توصل كؤوسهم على 5000 وال 4900 لما تشوف هسه. وهاي الكؤوس الصغيرة اللي جوا مثلا 115 كاس، هذني راح تزين بيه القرية مالتك كؤوس صغيرة، وتحطهن وين؟ بالبروفايل مالتك نحطن. مثلا هذا عنده فد 500 كاس ربحن من هذا الموسم وذاك الموسم. حلوة السالفة، وراح يصير بيها تحدي ومنافسة، راح تواصل البعض انه يصعد مالته الكؤوس. وهذا كان نهاية الشرح عن الليجات الجديدة. ننتقل للسبيل الثاني. نزلوه اليوم تاريخ 29/6/2015. نزلوا الصفحة الرسمية لكلاش اوف كلانس. هذا سبيل أنا سميته الزلزال، لأنه مثل ما تشوفون راح هم الماء ينزل بالدارك، يتطور بالدارك. الماكس مالته ليفل 4. مثل ما تشوفون بعد يقلل من قوة ال- من دم التاون هول. التاون هول أو الملوك أو أي شيء يعني، أو أي بناية، عفوا مو الملوك، أي بناية راح يذب عليها الزلزال راح ينقص دمها. طبعا انتوا راح تقولون هذا حالة حال الصاعقة. لا، يختلف. إنه الصاعقة تاخذ مساحة اثنين من هذا، والصاعقة أو اللات سبيل راح تصير بالإكسير. هذا يصير لا بالدارك. آه، مثلا ما تشوفون هسه هذا وين نزل الزلزال. نزل على الانفيرنو تاور والإكسبو، عمود يقلل من دمه، هذا اللي يساعده بتسهيل الهجوم عليه. وهذا هم اللي حفيدنا بشغلة ثانية. مش كم هجمة مرات بالحروب أو خارج الحروب يبقى التاون هول شعره وينفجر لو شي شوية وناخذ 99%. هذا يفيدنا إنه نبقي بالأخير ويفيدنا بهاي النقاط، مو مثل الصاعقة يعني. ورادي نبهنا بهذا المشهد إنه حالة حال الصاعقة بالتحديث بعد مستحيل واحد يقدر يخلط منك الموارد عن طريق الصاعقة، لو حتى ال السبيل الجديد. زي ما تشوفون المعامل تتأثر بهن بالصاعقة والها، بس المخازن لا، يصير شلون الدرع عليهن. وهذا الدرع ما أدري هو نشتريه، ما أدري هو يجي هو يعني يصير. وهاي الفكرة الجديدة اللي هي فلاتر كلان شات، يعني تسوي اون واوف للكلان شات والمحادثة العامة، وتقدر تاخذ راحتك. وقل لك هنا اكو بعد شغلات راح ننزلها بالتحديث، فتابعونا. وانا هم راح انزلهن بالقناة مالتي ان شاء الله. راح ارجع لكم ونكمل الفيديوهات الخاصة بي، ونكمل ونطور القناة ان شاء الله. وودكم متابعة للقناة ان شاء الله، واشتراك فيها ولايكاتكم، وشكرا للمتابعة.